مرحبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن لم تكن لك أعداء فأنت فاشل. فعلا هاي الحكمة. ولو أن العداوة نوعين، أكو واحد هو يصنع عداوة يعني يحارب الناس كلها، وأكو أشخاص لا، هم يحاربون. فأنا نصيحتي للشباب، نصيحتي للبنات، تدرون أنت إنسان يصحب العداوة. إذا تريد تنجح وتستمر على نجاحك خلي الأشخاص يحاربونك. وأنا هاي صارت وياي هواي طبعا، بس تكون عداوة صحيحة، وأنا أتمنى ألقى أعداء صحيحين. ليش؟ لأن العدو أو الأشخاص اللي ما يحبونك، مو شرط وصف عدو أو يكرهونك، هذول هم